اكشن. اخواتنا صوم طيبين. عاملين ايه؟ سنة سعيدة عليكم. جود مورنينج. جود مورنينج بالانجليزي. انا سمعت ان في ناس عندنا وزعوا وجبات ومحدش ادانا. حقيقة. حقيقة؟ حقيقة. شفتهم انت؟ هو اللي كان بيوزع. انا كنت بوزع. وعلى فكرة عايز اقول بقى المسيحيين كلهم طيبين، ده واحد منهم اهو. كلهم طيب بس ده اخويا. اخواتنا المسيحيين لسه باكلوا طعمية. لسه باكل، انا جايبه بطاطس. اخواتنا المسيحيين. المهم انا مش عارف هو كل سنة وانتم طيبين برضه يا مسلمين. احنا اتفقنا ان احنا عيلة زي مع بعض عيلة. بس صح. يا جدعان في حاجة عايز اتكلم فيها. أبوكو بيقول انا عايز اتكلم في حاجة. بس هي مش هفتحها الا قدام عيلة المشاغبين. بس عشان الناس عايزين نشوف بقى ابوكو ايه بيتكلم في ايه. المفروض يا جدعان في حاجة حصلت تمام معايا في شغل، ده اولا. وثالثا اصلا ثانيا مفيش ثالثا عندنا. سوري اقترب منه ثانيا. معلش. ستنطوي. ثانيا اولا جه طبعا في حد اعز عليا اكتر من اخويا اللي هو دوت. يا جدعان انا بعيره اهو. واحدة واحدة وانا هترجم لهم. جه قعد مع بعض شويه وبتاع. بس جه قعد مع بعض شوية وبتاع. عشان بس الترجمه عنده بتنزل متاخر. بتنزل مع فيلم الانجليزي على طول. تمام. ثالثا واهم حاجه جه قعد معايا. ثانيا يعني برضه ثانيا جه ماشي ده اخش بس الحمام وبتاع، قلت له يا باشا اخش وبتاع ده. بس قال لك بعد كده المهم يعني قال هنخش الحمام وبتاع. من اول الحوار بس انت هتفضح اخوك عشان الحمام. من اول الحوار اللي يقصده يا جدعان ان هو راح عليه في مكان شغل، صح كده؟ صح. تمام. ايه بقى اللي حصل؟ بعد كده ايه حاتم قال لابوه انا عايز اخش الحمام. طب هي دي يعني حاجه تناقشها قدام المشاهد؟ استغفر الله يا ابني دي حاجه مش هتقول مين يابا؟ اقعد يسر الراجل هيقدم شكوته للناس. ما تعبرش بس يا عم كمل. تمام. وكده اصلا الحوار نفسه ده كان ماشي من فتره معايا. تمام. الحوار نفسه اللي هو ايه؟ ده قبل كده لما جيت لي قبل كده وعمر. ايوه. جم قال لي ايه يا سيد ما حدش يجي لي. صاحب الشغل قال له يا سيد يا جوجو يا سيد خالد ما حدش يجي له. انا ما حدش في دماغي الحوار وبتاع، وكنت معديه في اول مره. بصوا حتى ضربه هنا اهو. ضربه بالمصري. ضربه بالدماغ كده. انا طبعا ما حبيتش ابينه قدامه وبتاع. ما جيت دخل الحمام هو انا كنت معاه. هوب شدينا مع بعض. لما ده جه استنى. لما حد دخل الحمام فصاحب المحل قال له كده فشده هو صاحب المحل. ما انت يا اسطى يا عم الناس المهم كده عيله واحده. انا اقول لهم الحقيقه. دخل عشان يشرب سجاير. تمام كده بتاع. ما حبيتش اشد معاه الشغل ده بره. خدت نفسي جنب عشان ايه بس عشان ده ما ياخدش باله او بتاع. لما شد مع صاحب المحل طلع بره خد جنبه وزعناه. اللي هو صاحب المحل متضايق منه عشان من الاخر وش راح له مكان الشغل بتاعه. ماشي ايه برضه؟ ايه كان شغال شغل بلاش حمام. جينا لحظه يا جدعان بقى. جينا اتكلمنا مع بعض وبتاع. قلت له بقول لك ايه كلمه منه على كلمه مني شدينا مع بعض. قلت له بقول لك ايه لو هتحصل كده نصف احسن وامشي. جه واحد جه كلم هو ايه اديها شدت مع صاحب المحل. المهم ان هي وصل بينهم الكلام ان هو ايه هيمشي. بسبب ايه بقى؟ اللي هو يعني عشان ايه حاتم قاعد معايا ومش بسبب ان حاتم قاعد يا عم انا قعدت معاك فين يا عم؟ يا عم انا قعدت معاك فين يا اسطى؟ بس بكمل بس تمام. ايه هو اصلا ما كانش بتاعه. هو اصلا النجم ده كله كده حد دخل اتكلم معاه وقال له ما خدتش اي حاجه والحوار سكت على كده. تمام. انا جيت بالليل الحوار ما كانش جاي على سكت. جيت الساعه 5 وبتاع كنت ماشي قرفان قفلنا ومشينا. الحوار مات على كده. جه تاني يوم بيتكلم معايا فيها. بيقول لي يا سيد بعد كده بعد اذنك ما حدش يجي. قلت له لا يا باشا قفل لي حسابي انا همشي من عندك خلاص. يعني صاحب المحل قال له ما حدش يجي لي. دي تاني يوم بقى اللي هو خلاص كان الحوار مات وبتاع بالنسبه لابوه. وصاحب المحل جه قال له ده انا هطلع لك ميتين ابوه. استنى بس. بعد ما جه حساب المحل فقال له صاحب المحل قال له تاني يوم قال لك ايه؟ قال لك ما حدش يجي لي هنا تاني. هي الكلمه نفذتني. معلش كان عايز مش هقدر غير ده اخويا. يعني انت سبت الشغل؟ انا سبته اصلا كده. يا ابني سابه النهارده امبارح الصبح. انت النهارده ما رحتش الشغل؟ لا طلعت فوق ده كله. يعني هو كل ده عشان خاطر ايوه هو نفسه اصلا ضايقني. يا لهوي. عشان تعرفوا بس جدعنتي مع اخويا. جدعنتي مع اخويا. انت عايز منه ايه؟ لا يا عم بس غير كده وكده. طب ما احنا رحنا لك قبل كده. ما هو كان بيتكلم في الحوار ده اصلا معايا. انت فاهم ما سمعتش ايه اقوله له عشان هو لسه عشان ما حدش ما يجرحكمش او انتوا ما تفهموش غلط. لو ممكن يقول لكم وانتوا تقولوا ايه لا يا عم ده ابوكو مش عايزنا نجيله. ده ابوكو مش عارف ايه وبتاع وهيحصل زعل. لا والراجل قاعد يتكلم مكانكم ومش مكانكم ومش عارف ايه. الشغل والشين يعني.
عشان كده قلت له يا باشا فيت ما نمشي. يعني انت لما خدت حسابك ايوه هاخد منه بكره اسمه ده مش شايف. والله حرام يا اسطى والله. انت عارف بقى تعمل ايه؟ تعمل تروح بحسابك وحاتم يبقى معايا. انا هاخده معايا المستشفى انا. خدني معاك اصلا. بس مش هقول له يا راجل اهو جه معايا اخويا اهو تقول له ما تجيش عندك هنا ما تخش معايا تاني. يا عم خلصان. ولا يمكن تاني. والله يا عم ما اعرفش يا اسطى ايه الناس هم عالم الشغل بقول لك والله. دول شباب بعد الجوع. يا عم الناس دي يعني ايه هو يا الحوار اسطى نفسه صاحبي ده. يجي لي مش عارف ايه. طب ما هو جه قبل كده برضه. ده بيبيع مواسير المعفن. بيبيع مواسير. يعني هو لما جه يا اسطى يعني لو جه خد حاجات للشقه بتاعته ما هيجي يجيب من عنده. ايه يابا ما انا جبت يابا من عنده. كمان بجد انا دفعت دم شك 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 شك. يعني هو كمان هو مش عاجبه. مش عاجبه. ايه يا عم ده يا عم بس هو الراجل المفروض يشكر. اخوك برضه احنا ما بعرفش. هو راح عمل ايه يعني؟ ما ده اللي جنني. ده شغل تراكيب. اسمه ايه؟ انتوا ايه؟ تلاكيك انتوا ايه؟ محدش يعلق على الكومنت ده. مفيش علاقه باللغه. ايوه اللغه دي خاصه بيه هو. بس انتوا ايه رايكم يا جدعان؟ بص احنا نفهمه بس انتوا ايه يا جدعان لسه شويه فاهمين؟ المهم انتوا ايه رايكم يا جدعان؟ انت مش هتقول له اي حاجه طيب اللي هو طب هو الراجل ساب الشغل لاجلك. يا اسطى معلش. يا قشطه معلش. اخويا لا شويه اي واحد فيهم حتى يكون قاعد في الراجل كنت هعمل كده. ما تعينش اخويا. لا يا عم دلوقتي يا عم لا يا صاحبي معلش يا صاحبي لا انا ولا الراجل ده هنيجي نرمي بلاء عندك في المحل معلش يعني احنا مش هنيجي نقول انا جبت لك السيد احنا نقعد معاه. استنى بس يا جدعان بعد يعني انا رميت بلاء يا صاحبي. استنى بس كسب كده أهو. استنى بس استنى بس هو راجل ما عندوش دم. حصل راح لك مكان شغل. حصل المفروض ايه يا سيد انت في المحل طب ينفع اجي لك سيد يقول له اه تعالى ولا مش تعالى هو كلمني مش ماله هو كلمني طيب انتوا تعالوا باشا كسف مكسفه يعني ما تجيش بتحط نفسك مكاني اكسفه ما تجيش تقول انا جاي لك. المهم يعني انت ما هو جالنا الشغل برضك ورمى بلاء على حته سفين ده. هو قاصد فاهم انت برضه اصلا يعني انت نيتك من الفيديو ايه يعني؟ انت ايه؟ لا بس ما انت جدعت مع اخويا بس جدعانه يابا جدعانه. جدعانه يابا انت معفن يالا. ولا طب يا اسطى هو الراجل اتكلم يعني بصوا يا استحفل جدعان. معاك في ايه؟ بصوا يا الراجل جدعان. استحفل معاك في ايه؟ الراجل داخلين على ايام مفترجه يعني الراجل رحب بيك استحفل عم معاك حبيها. اه كان يا يقول لي يا عم. يقول لك ايه يا لا، اسطى هو انت كده. تحسبها غلط. لا يابا ما حسبهاش انت غلط. تحسبها أنا غلط حسبها انا يابا لا يابا احنا عارفين واتحسبت غلط واتحسبت غلط لما جوه ودوت وكنت بقى في التليفون وزعل حصل ما كنتش عايز اقول لهم الحوار ده عشان عارف كانوا هيزعلوا اكتر. حصل وعملنا قعدة عرب وضربنا ايه واحد حلبة وواحد جنسون واحد حلبة لا وواحد في اليوم ده بقى جبنا فيه بويو وبيبس وحلب حليب و دافعين 65 جنيه وعيد في سنيجي من جيب انا. لا انت تحورش انت مسحت بيهم انت القهوة. عمرك ما عزمتنا على حاجه يا معفن. هعزمكم في العيد يا جدعان على حلب حصى. والحصى بره. اه المهم يعني يا جدعان ده كان فكره فيديو النهارده. معلش يا زعيم. ولا يهمك. لا يا جدعان المفروض الراجل ده يتقدم له الراجل ده يتقدم له الراجل كده بحاجة. غلطان. صراحة. الراجل هتقدم له ولا هتقدم له؟ تقدم له انت خاطر. فرق. هو انت بقى تعمل ايه؟ تيجي يوم السبت تاخده معاك فاهمني ويتكلم معاك بقى. ايوه صح فاهم كمل انت معاه. يا جدعان واحنا معلش يا جدعان هو احنا هنصدعكم معانا بس هي دي انتوا مشكله اهلنا عائليه واخواتنا. بس احنا ايه يعني عارفين ان انت عيله يعني. الاثنين كانوا هيتطلقوا عشان ما جبنا هو ينفعش. ايه اتنين انصاص من عند مصطفى كبده سجق على سجق ولا لا كده كده بس. واحد كده واحد سجق وانا عايز واحد كلام واحد كلام. بس. وعلى فكره يا جدعان اقول لاخويا حاتم شربت الماء مدغوف. لا يا جدعان خلاص. وده يا جدعان كده عملنا فيكم مقلب يا جدعان كان بقى وده يا جدعان كان فيديو النهارده يا جدعان اخويا وش هيلبس الفيديو بس المقلب يا اسطى وش ما شاء الله 8 هي ازرق. خد دي. بس عليك. بس عليك. وانا صدقت. صعب عليا ولا صدقت حاتم كان هيعيط تحب تقول ايه يا جدعان؟ هنزيع ولا ما نزيعش؟ يا عم. نزيع يا جدعان اخويا حاتم هنا نزيع وخلاص. انت يا جدعان ده كان فكره فيديو النهارده. وعلى فكره فعل الجزر دي عم تسكرول وتقول اكشن